السلام عليكم. الناس ديال البني هذا تنبيه. شوف مثلا الدولة كتقوم كتبني مشاريع ديالها. حنا خدمنا بزاف في المشاريع ديال الدولة، منهم جامعات، سبيطارات كبيرة، محاكم، محاكم ابتدائية وغيرها، منهم مستوصفات ولا طبيب صغير، منهم مدارس إلى آخره. شوف المعايير اللي باش كتبني الدولة معايير عالية الجودة باش نكونوا واضحين. فمن ناحية ديال تشبيكة الحديد، من ناحية ديال الأرضية، من ناحية كيفاش كيوقفوا المهندسين على داك الشيء. ولكن أنا اللي كنتفاجئ منه هو كيفاش المهندس ما كيطبقش داك الشيء على ديال العامة. والله العظيم كيفاش أن كنجيو كنلقاو الراجل عامل 4 المسامر طوالين ولي زيتري داير بيناتهم 20 سنتيم 15 سنتيم وما كاينش لي بانجل وكيكون داير الحديد رقيق. كيفاش أن السميلات ما كيكونوش سميلات مريقلين وما كيوصلوش العمق المناسب باش يرفعوا الدار. هذه مشكلة. كيفاش أن كنجيو كنلقاو في الوسط لي طاش مطاشين الحديد وكتلقى الحديد غير 20 سنتيم خارجة ولا. انا ماشي كنهضر معاك صحاب الكرانيم الاخر، انا راني ولد المجال، ماشي بحال هذاك اللي قال لي فين قريت ولا. اجي اللي كيقول في راسو شي حاجه يجي معايا نشوفوا البني ديال الدوله كيفاش كتبني وكيفاش كيبنيو الناس، فهمت، مع احتراماتي لكل واحد. فاليوم صبح عندنا البني ديال المعلمين شكاره. على هادشي بدينا كنشوفوا تساقطات كارثيه او انهيارات كارثيه المنازل. وبدينا كنشوفوا ان اي واحد من هبه ودبه كيقوم وكيبدا يبني للناس ولا الباطيمات. فهاد العشوائيه هذه راه صراحه يخص الناس المعنيين، الله يجازيكم بخير، وقفوا هاد المهزله هذه. واحد المره انا كنت كنتناقش مع واحد السيد مهندس، قلت له الله يجازيك بخير، انا بغيت نفهم واش هاد الحديد هذا نتوما كتوافقوا عليه. قال لي لا. قال لي ولكن الناس هذا ويدير اللي بغا، فهمت. راه غير معقولة صاحبي، راه مول الدار كتضر راسك، راك كتضيع راسك. حنا خدمنا مشاريع ديال الدولة قسما بالله هي القنطرات مثلا، غير القناطر راه كتلقى 25 متر 24 متر 16 متر لتحت، فهمت. هادشي ما فيش اللعب، فهمت. ما قادش اخويا ما تبنيش، سير جيب حاوية وسكن فيها خير لك، او قيطون تمشي تقتل ولادك وتضيع عائلتك كاملة وتضيع الناس، فهمت. دابا تخيل مع راسك كيبدا المسوس من الطوبية، اللي كيدير الطوبية كيتشطر، اللي كيدير البوترين كيتشطر، اللي كيدير الرملة داير لها احمري. كاينين شحال ديال الناس، حنا ولاد المقالع باش تكون عارف، كنعرفوا كل شيء. كتلقى هذيك الرقه الفوقيه وكيدفعها لهم مع الرمله وداير فيها التراب، وما كاينش معيار. اللي كيبني كتلقاه عجن العجنه وخلاها تما نص نهار وهو كيخلط فيها. ماشي هذا هو. اللي كيجيب البيطون كتلقاه كيخلطو ويخليه حتى يبرد وما لا عنده غرض، وما عنده غرض لا في درجة الحرارة طلعت ولا هبطت ولا دار ولا ما عندهمش الريحة ديال المشكل. كيجي بناي واحد كيبدا يبني، كيشد البناي كيبدا كيبني من الفوق، من التحت للفوق. تخيل مع راسك بناي واحد كيدير الحديد ويدير كل شيء ويلبس ويدير الكوفراج ويدير كل شيء. السي محمد راه كل واحد عنده الخدمة ديالو. خليونا من هاد العشوائية هادي يا صاحبي، الله يهديكم. خليونا من هاد العشوائية. راه كاين مول الكفرة يجيب بوحدو، الفيرايور بوحدو، اللي كيبني الياجور بوحدو. يمكن يجمعهم مع اللي كيلبس، يمكن يكون كيبني الياجور ويلبس، ولكن معظم الأحيان كنلقاو اللي كيلبس بوحدو. فهمت. كل واحد اخويا راه عنده الدور ديالو في الخدمة، فهمتي. تحياتي للحريفية وتحياتي للناس اللي كيعرفوش كيديروا. انا شفت ما عندهاش بزاف في 2024، شفت واحد المكان كيفاش تخدم راسي شوكالي. انا ما نكذبش عليك، انا خدمت مع شركات كبار منهم مغربيه بطبيعه الحال، مغربيه شركات كبار وخدموا مشاريع ديال الدوله. والله الخطا بالله بالسنتيم كيرجعوا يعاودوه حتى في التلباس. ممنوع، ما كاينش هادي لا ولا تيرير ابدا. السميله لقيت الماء شغلك هذاك، كيديروا الموتور وكيبقاو يحفروا وحتى كيوصلوا للعمق اللي عاطيهم الدوله. هادشي ما فيهش اللعب، فهمت. وجي انت باني لي دار لاخر طوبيه فوق طوبيه ومسكن فيها 20 روح وباغي تادي.
والله العظيم للأسف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله المستعان، الله يهدينا. صراحة خص الناس اللي كيبنيو يقلبوهم يشوفوا واش عندهم شي كفاءة، واش كيدرتسو، واش خدموا من قبل، فين غاديين، فين غاديين بهاد البلاد صاحبي؟ غير كطلصو وصافي. ديرو داكشي اللي كيدير لكم المهندس، قولو دير لخويا كيما كدير الدولة. فهمت؟ ما قديتش ارتاح حتى تقد. من الاخر ما داك البني اللي راك كديرو ديال مسيمرات وشوية ديال العجين ديال التراب، ماشي خدمة هادي، ماشي خدمة. سمحولي، تحياتي للجميع، السلام عليكم. ونزيد لك واحد القضية، شت الدار اللي كطيح وما كيبقاوش البوطويات ديالها هكذا باينين معوجين مايلين لشي جهة، فاعرف ان الحديد ما كيانش. راه ما يمكنش تهبط بناية بهذيك الطريقة، ما يمكنش. ضروري خصها تعكل على واحد الجهة وتبقى صحيحة من واحد الجهة، ما يمكنش. حتى الا كانت شي حاجة كبيرة وخطيرة راه ما يمكنش. وكاين الطوناج، واش كتعرفوا الطوناج اللي كيتحط فوق السطح ولا غير كديروا الفورمات مثلا؟ كتلقى ما كيديروا. والله الا شفت دار 30 سنتيم الفورما ديال الزليج، اقسم بالله الا 30 سنتيم تشوكيت. انا تشوكيت من دماغي، ما باش نكون واضحين راه ماشي هكذا. ملي قلت له اش كتعمل السي محمد، قال لك هذه هي الخدمه حنا اللي كنخدم. هو جاي باغي يديباني راسو، الله يجعلو ما يدير لك حتى مترو تما الفوق، يدير لك تما كاع ارض واحده اخرى، كره ارضيه تما تبدا تحرث وتفلح، ما عنده غرض. المهم هو غير يخدم. فهمت؟ المجالات عندنا في المغرب سلط عليهم التطفل بزاف، وهادشي ماشي كنلومو فيه زعما شي اشخاص محددين ولا لا، كنلومو فيه الناس اللي ما عندهمش الخبره ومنقزين على المجال. أما بالنسبة للمهندسين المراقبة إلى آخره، فشحال يقدك تحضي مع اللي كيحضيك.